في مهن معينة كده بيبقى فيه قسم بقراط مثلا اللي بيقسموا الأطباء، في وعد واضح جدا إنك لا تؤذي. أبداً. قصة النهاردة عن طبيب مش بس نسي القسم ده، هو يعني فتته ورماه. إحنا في الإسكندرية، مصر، أوائل الألفينات. والمصادر اللي معانا بتحكي قصة انحدار مريع لطبيب أسنان اسمه ناجي. انحدار نهايته كانت جريمة أبشع من أي خيال ممكن نتصوره. الأبشع كمان إنها مش قصة لحظة غضب أو خطأ، لأ، دي رحلة كاملة. بالظبط، رحلة بدأت بطموح مشوه جدا وانتهت بتقطيع جثة في بانيو. جوه عيادة أسنان. يعني اللي هنحاول نفهمه النهاردة هو إزاي كل خطوة كانت بتوصل اللي بعدها، إزاي جشع شخص واحد بس فتح باب لشبكة كاملة من الجريمة والخداع. طيب خلينا نرجع لنقطة البداية خالص. ناجي شاب لسه متخرج من كلية طب الأسنان، بس المصادر بتقول إن ده ما كانش حلمه أصلاً. لا طبعا، هو كان عايز يدخل طب بشري. بس مش عشان يعالج الناس خالص، الهدف كان واضح في دماغه من الأول: الفلوس السريعة. كان عنده تصور كده إن أطباء الجراحة بيعملوا ثروات من عمليات غير قانونية، زي تجارة الأعضاء. تجارة الأعضاء، أو اللي بيسموه في العالم ده تجارة الشرف. فكرة الشفاء دي، خدمة المجتمع، كل ده ما كانش موجود في قاموسه. المحرك الوحيد كان الجشع. ولما دخل طب أسنان حس بخيبة أمل، اكتشف إن الفرص دي مش متاحة بنفس الشكل، تماماً. وفضل الإحساس ده مسيطر عليه حتى وهو شغال في وظيفة حكومية. عقله كان بيدور على الطريق المختصر، وهنا قابل شخص معين. وهي دي كانت نقطة التحول. قابل طبيب نساء وتوليد سمعته يعني سيئة جدا. الراجل ده كان متخصص في العمليات غير القانونية. إجهاض وترقيع غشاء البكارة. بالظبط. وعيادته كانت حسب الوصف في المصادر مكان قذر وغير آمن. كل همه إنه يجمع الفلوس من البنات اللي ظروفهم صعبة. ناجي شاف فيه المعلم اللي هيدله على الطريق. وهنا بدأت حياة ناجي المزدوجة: الصبح دكتور محترم في وحدة صحية حكومية، وبالليل مساعد في مصنع العمليات غير المشروع. وتعلم الشغلانة بسرعة جدا. اكتشف إن ليها نظام كامل، في سماسرة ليهم علاقات بشبكات الدعارة في الإسكندرية، وهم اللي بيجيبوا الزباين. والأرقام كانت فلكية. يعني بنتكلم عن عملية ممكن توصل تكلفتها ل15,000 جنيه. سنة كام؟ سنة 2007. ده كان مبلغ ضخم وقتها. ده بيورينا قد إيه السوق السوداء دي كانت بتجيب فلوس. ناجي كان تلميذ نجيب جدا في مدرسة الجريمة دي، لدرجة إنه تفوق على معلمه. المصادر بتقول إن السماسرة بقوا يطلبوا ناجي بالاسم. لأنه كان أشطر وأسرع. وهنا طبعاً دخلنا في مرحلة جديدة، نفس التفكير رجع يسيطر عليه تاني. ليه أنا أخد الفتات وهو ياخد الجزء الأكبر؟ وأنا اللي بعمل كل الشغل الصعب. وهنا بنشوف النمط اللي هيكرر نفسه. ناجي بيتعلم الجريمة، يتقنها، وبعدين يحاول يستحوذ عليها لوحده. هو طابع طموح أكتر ما هو عقل مدبر. فقرر ينفصل، يبدأ البيزنس بتاعه. بس كان محتاج شريك يضمن له تدفق الحالات. وهنا ظهر في الصورة سمسار اسمه سعيد. المصادر بتوصفه إنه كان من أكبر تجار الشرف في الإسكندرية. أسئلة كتير. اتفقوا يشتغلوا سوا، وفعلا في 2007 ناجي فتح عيادة أسنان خاصة بيه. بس دي كانت واجهة طبعا. واجهة متقنة جدا. عيادة شكلها طبيعي خالص، لكن ورا باب مقفول في غرفة عمليات سرية. وغرفة تانية فيها السرير عشان إفاقة البنات بعد العملية. والشراكة دي استمرت 8 سنين كاملة لحد 2015. وكانوا بيغيروا مكان العيادة كل فترة عشان محدش يمسكهم. بنوا إمبراطورية صغيرة على حساب الناس. 8 سنين. الشراكة كانت مربحة جدا والوضع مستقر، يعني أي حد عاقل كان ممكن يكتفي بكده. بس ناجي مش أي حد. الطمع اللي خلاه يسيب معلمه الأول لسه جواه. بالظبط. وهنا حصلت الخيانة الأولى لسعيد. ناجي راح له وحكى له قصة درامية جدا. إنه قرر يتوب. إنه قرر يتوب ويرجع لربنا ويبطل الشغل ده، وإنه هيقفل العيادة. وعشان القصة تبقى محبوكة قفلها قدامه فعلا. وسعيد صدق. يعني سعيد ده راجل شمام صعب يضحك عليه، بس القصة دخلت عليه. لكن كلها كانت تمثيلية. في الحقيقة ناجي كان مجهز عيادة جديدة في مكان تاني. عشان يشتغل لوحده وياخد كل الأرباح.
والأدهى من كده إنه شغل سكرتيرة عنده عشان تقوم هي بدور السمسار. يعني يستغني عن سعيد تماماً ويحتفظ ب100% لنفسه. هنا بنشوف جوهر شخصيته بوضوح. هو مش بس طماع، هو شخص نرجسي، لازم يبقى هو محور كل حاجة. بس في العالم ده الخيانة تمنها غالي قوي. والسر ما اتكتمش كتير. بعد حوالي 4 شهور سعيد سمع بالصدفة من واحدة من البنات إنها لسه عاملة عملية عند دكتور ناجي في عيادته الجديدة. طبعا جن جنونه، راح يواجهه فوراً. وناجي بمنتهى البرود حاول يكذب تاني، قال له دي كانت حالة واحدة بس، عملها عشان ينقذ بنت حياتها كانت هتتدمر، يعني خدمة إنسانية. قصة ما تدخلش على طفل صغير. أكيد. بس الغريب إن سعيد حسب المصادر تظاهر إنه صدقه. اتفقوا يرجعوا يشتغلوا مع بعض تاني. مش واضح ليه، هل كان بيخطط للانتقام أو كان محتاج الشغل؟ بس الأكيد إن الثقة بينهم اتدمرت. والهدنة دي ما كملتش كام شهر. ناجي كرر نفس الحرقة تاني، خدعة واختفى. بس المرة دي رد فعل سعيد كان مختلف تماماً، الموضوع بقى إهانة شخصية. والمصادر بتقول إنه قضى السنة كاملة بيدور عليه. سنة كاملة بيلف في كل حتة في الإسكندرية. ده يوضح لك حجم الغضب والرغبة في الانتقام. سنة كاملة من التوتر لحد ما وصلنا للحظة المواجهة الأخيرة. سعيد أخيراً عرف مكان العيادة الجديدة. دخل على ناجي والمشهد كان متوتر من أول لحظة، صوتهم كان عالي وناجي طلب من السكرتيرة تمشي. وهنا حصلت الجريمة. الرواية بتقول إن سعيد وهو بيتكلم في لحظة معينة أدار ظهره لناجي. وفي اللحظة دي ناجي مسك آلة حادة كانت في العيادة وضربه على راسه بمنتهى القوة، ضربة واحدة. في ثواني ناجي يتحول من طبيب خائن لقاتل. وهنا القصة بتاخد منحنى مرعب أكتر. بالظبط. اللي عمله بعد كده بيكشف عن شخصية مضطربة تماما. هو أخد الجثة وحطها في حوض استحمام. بانيو. لحظة بس، بانيو جوه عيادة أسنان؟ التفصيلة دي لوحدها غريبة جدا. فعلا. ده معناه إن في تخطيط مسبق لسيناريو بشع زي ده. هو كان مركب البانيو ده في العيادة، وبعد ما حط الجثة فيه بدأ يقطعها ويحطها في أكياس. هنا هو تخطى كل حدود الإجرام. وهنا بقى بتدخل شخصيات جديدة في القصة، هم اللي كانوا السبب في كشف كل حاجة، الجيران. والمصادر بتركز جدا على ملاحظاتهم. هم من الأول كانوا شاكين إن العيادة دي فيها حاجة مش مظبوطة. واللي لافت للنظر هو دقة ملاحظاتهم. لاحظوا إنه السكرتيرة تصرفاتها غريبة. وشافوا بعينيهم سرير ومرتبة بيدخلوا عيادة أسنان. لكن أغرب حاجة خالص كانت لما شافوا صنايعية بيركبوا بانيو. واحد من الجيران قال تعليق عبقري: طريقة القعدة مش طريقة واحد ومراته. بيوصف العلاقة بين ناجي والناس اللي بتجيله. كل الشكوك دي كانت بتتراكم. يوم الجريمة ابن واحد من الجيران سمع صوت خبطة جامدة جدا جاية من العيادة. أبوه اتصل بناجي يسأله إيه الصوت ده؟ وهنا ناجي يرتكب أول غلطة كبيرة بعد القتل. كذبته كانت ساذجة بشكل لا يصدق. قال للجار في مريض وهو بيخلع له ضرسه من كتر الألم وقع على الأرض. مين يصدق الكلام ده؟ طبعا القصة دي زودت شكوك الجار أكتر. أكيد. بعدها العيادة اتقفلت لأيام، وبعدين بدأت ريحة بشعة جدا تنتشر في المبنى. هنا الجار خلاص ما قدرش يستحمل. اتصل بناجي تاني وهدده بشكل مباشر: لو ما جيتش دلوقتي وشفت حل للريحة دي أنا هتصل بالشرطة. التهديد ده كان نقطة الانهيار. ورد فعل ناجي هو أغرب وأغبى جزء في القصة كلها. بدل ما يهرب هو فعلا راح المبنى وقابل الجار وعمل حاجة لا يمكن استيعابها. عرض على الجار إنه يبقى شريكه. إزاي يعني؟ شريكه في إيه؟ ناجي اعترف للجار بكل حاجة. حكاله عن عمليات الإجهاض، وحكاله إنه قتل سعيد، وإنه قطع جثته هي اللي عاملة الريحة دي. وعرض عليه ساعده يتخلص منها مقابل فلوس؟ بالظبط. ده انهيار نفسي كامل. القناع اللي كان لابسه وقع تماما. هل ده كان غباء؟ هل كان حالة ذهول؟ محدش عارف. لكنه حرفياً سلم نفسه بنفسه. والجار كان ذكي جدا، تظاهر بالموافقة. قال له تمام، استناني انت في شقتي فوق وأنا هنزل أبص على الوضع تحت. وطبعاً أول ما الجار نزل وفتح باب العيادة شاف المنظر: بقع دم في كل مكان، والبانيو والأكياس، والريحة اللي لا تحتمل. ما عملش أي حاجة غير إنه طلع تليفونه وبلغ الشرطة فوراً. والشرطة جت وقبضت على ناجي اللي كان لسه قاعد مستني في شقة الجار. ومع وجود الجثة والاعتراف الغريب ده القضية كانت منتهية. اتحكم عليه بالإعدام شنقاً. لما نبص على رحلته كلها
بنشوف مسار واضح جدا للسقوط. طالب طب طموحه الفلوس، مساعد في عمليات غير قانونية، خائن، وفي الآخر قاتل. كل خطوة كانت بتنزله درجة أعمق. وفي مفارقة غريبة بتلفت النظر في كل تفاصيل القصة دي، وهي تكرار كلمة الشرف. تجارة الشرف، سماسرة الشرف. حتى الطبيب نفسه كان بيتقال عليه إنه عديم الشرف. وهي دي المأساة الحقيقية. القصة كلها بتدور حوالين محاولة يائسة لاستعادة مفهوم سطحي ومزيف للشرف. لكن في الحقيقة كل أطراف المنظومة دي، من الطبيب للسمسار، كانوا عايشين في عالم خالي تماماً من أي معنى حقيقي للشرف. وده بيخلينا نفكر في سؤال أخير: إيه اللي ممكن يكشفه التناقض ده عن الضغوط في مجتمع معين؟ لما الضغوط دي تخلق سوق سوداء عنيفة ومظلمة زي دي، سوق مبنية على وهم اسمه الشرف، وبتتغذى على الخوف، وفي النهاية بتولد أبشع أنواع الجرائم.